السلام عليكم متابعين قناة قلعوية، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم يا ربي، ويخليكم في احسن احوالكم يا ربي. ونتمنى تشاهدوا معايا الفيديو الاخير، ونتمنى ما تبخلوش عليا من لايكاتكم واشتراكاتكم فضلا منكم وليس امرا. بالنسبه للمتابعين الجداد مرحبا بهم، نتمنى ما ينساوش ليا الاشتراك. ولا بالنسبه للمتابعين القدام نتمنى ما تنسوش ليا اشتراكات واللايكات من فضلا منكم وليس امرا. ومرحبا بكم الدار داركم. والتعاليق نتمنى تعبروا في التعاليق، وتعاليقكم مقبوله واسئلتكم مجاب عليها ان شاء الله يا ربي. وفي هذا الفيديو كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم هاد الوينات. ما غاديش نشارك معكم الفصاله لاني شاركت هذا الموديل معكم بزاف ديال المرات في الفصاله، وكنتمنى نشارككم معكم في الخياطه. الا كنت ما شاركتوش معكم في الخياطه ما عقلتش واش شاركت معكم في الخياطه ولا. هذا الموديل هذا بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي بغيت نشاركو معكم مخيط بيجامه على شكل كسوه بالكشكشه من جلال. وهذا الدانتيل هذا في الصدر. شوفوا معايا هذا الدانتيل هذا اللي كنقولوا ليه التاج، كنا كنقولوا ليه التاج. الصراحه انا ما بقاش كيعجبني، ما بقاش كنخدم به، ولكن في هذا البياسه هذه ما لقيتش من غيره في هذا اللون هذا. ما بغيتش ندير الابيض لان اللي درت الابيض غتجي غالب عليها البيض بزاف، حيت البيض كاين فيها كتير وهي مفتوحه. فضلت ندير فيها هذا الياجوري هذا. انا ما عرفتش شنو قلت لهم، قرونه باهته مولات هذا الدانتيل اللي كتبيع لوازم الخياطه، قالت لي هذا راه سميتو الياجوري. اول مره كنعرفها الصراحه. فضلت اضطريت باش ندير هذا ديال التاج، حيت هي اللي لقيت فيها هذا اللون هذا. اما عارفين هذا العام في الدانتيل الاشكال ديال الدانتيل راه خارج بزاف الاشكال. هذا عندي منه جوج ربع. راه كنت سبق ليا شاركتها معكم، قلت لكم اصغر قياس ممكن نستعملوه في هذه الكسوه هو جوج ربع. هي راه كنديروها بجوج ونص، ولكن كاين بزاف الناس اللي العيالات اللي نحيفات داك راه ممكن تجيهم جوج ربع. راه خدمت فيها بزاف ديال المرات جوج ربع، منهم سمحوا لي على الماطر، هاد الزنقره مبليه بالماطر. بزاف ديال المرات اللي خيط فيهم جوج ربع وتمشى وكان فيهم اعبار زوين، مثلا ديك حتى 30 راه كتجي فيهم 30 في الصدر هادو ديال جوج ربع. انا غادي نشارك معكم وحده مخيطه. ها هي هذه راه دايره فيها جوج ربع. هانتوما راه جات زوينه بالنسبه للمراه عاديه نحيفه بحالي. حيت بزاف ديال المرات بزاف ديال العيالات اللي كيكونوا كنخدم ليهم على طريق التليفون كيكونوا ما عارفه بطبيعه الحال، كتقول لي عبري عليك. وفي العبار كتصيفط ليا مثلا بالواتساب باش ندير ليها شي بيجامه لواحد السيده كادو، ولا مثلا ليها هي لا كان مع عمرها جات عندي. اما بالنسبه للمعارف اللي كيجيو عندي راه كنحتفظ بالعبار ديالهم. هذه كما قلت لكم الا كانت مع عمرها جات عندي او بغاتها لشي وحده كادو كتقول لي عبري عليك. هادشي باش قلت لكم عليا داني الضحك. بزاف ديال المرات كنعبر على راسي، كندير العبار ديالي. هانتوما كما كتشوفوا جبدناها على العبار ديال جوج ربع. هذه راه فيها جوج ربع. هانتوما الصدر شحال راه جا كيبان زوين. هانتوما هذه راه فيها 30. انا راه ما كنلبس 30. هذه راه فيها 30، وحيت هي كتلبس هكا عريضه راه كندير فيها 30. بالنسبه لهذه جوج ربع هي راه كتلبس بحال هكا، خاصها تكون باين فيها الثوب هنا، تكون هماويه كما كنقولوا، ماشي ايفازي لاصقه. هذا النوع من هذا الفصاله راه ما كتكونش ايفازي لاصقه، كتكون هنا كيكون هنا الثوب كامل اللي كنديرو، الا واحد الشوي اللي هنا كنديروا العبار هنا واحد الشوي. اما هنا راه كيكون الثوب كامل اللي كاين في اللي باقي لينا من في التقطيعه. كما كنقول لكم كما كنت شاركت معكم كنخليه هنا 80. كتجي بعض المرات كتجي ديك 84، بعض المرات 85، ولكن لافاز ديالو هي 80 سنتيم اللي خاصها تكون هنا. وهنا راه كتعرفوا ان الثوب فيه متر ونص في العرض، راه كنحيد هاد 50
50 في الكشكاشه اللي في الجلال، وما تبقى راه كنخليه بلا عبار. اما هو راه تقريبا كيكون فيه بحال هكا. سمحوا لي مشات ليا الهضره. العبار اللي كيكون اللي كيبقى في هاد الكسده هادي تقريبا ديك 84 85 بحال هكاك. فايت ليا عابره ولكن ما عقلتش، ولكن راه باين غنحيدو 50. ما غاديش نضرب ليها نضرب ندير الجمع والضرب في الفيديو باش ما نطولش عليكم الفيديو، ولكن راه مفهومه. القطر كيكون متر ونص، حيدنا منه 50. داكشي اللي بقى هنا راه كنحيدو هاد 30 وكنعاودو نردوها. راه كتمشي واحد 2 سنتيم هنا في الخياطه، 2 سنتيم هنا. راه كتحسبوا السنتيمات اللي كيمشيو في الخياطه وكتضربوا الحساب. المهم هاد الكسوه راه هي من 2 وربع كما كتشوفوا، راه فيها 2 وربع. وهو هذا اللي عندي هنا مقطعه 2 وربع في لولاه تركي. لولاه تركي، توب تركي 2 وربع عندي هنا. بالنسبه لهذا بغيت نشارك معكم غير الشكل ديالو، التنسيق ديالو. نتمنى نشارك معكم في الفيديوز جاي. انا كنتمنى في الفيديوز جاي نشارك معكم الخياطه ديال الفراشه في هذا اللون هذا. هذه راه مخيطاها بيجاما حتى هي، غادي نحاول نسرحها باش نوريها لكم وغادي نرجع معكم لهذا. هذه راه بيجاما في شكل تخليله اللي سبق لي شاركتها معكم، وعندي فيها قطعه ديال الفراشه، عندي فيها قطعه اخرى بغي ندير منها فراشه، غادي نحاول نشاركها معكم في الطريقه ديال الخياطه. اما هذه راه بيجاما خياطه ديال التخليله كما كتشوفوا هانتوما، والبلي في الكمام. هاد الخياطه هذه راه شاركتها معكم بزاف ديال المرات، راه خدمت فيها بزاف ديال المرات. هاد الخياطه ديال التخليله طلبوها لي الصراحه بعض الاخوات اللي كنخيطها لهم، كيبقاو يمشيو كيقولوا لصحاباتهم ولعائلتهم وكيجيبوا باش نخيط لهم نفس الخياطه. واما بالنسبه لهادو راه كنديرهم على حساب اغلبيه المرات، اغلب الحالات كنديرهم للبيع. حتى بالنسبه اللي قلت لكم اللي كيتواصلوا معايا الواتساب راه بعضين كيكونوا البيع كنبيعهم ليهم، كنديرهم ليهم على حساب البيع. انا كنخيطهم كنبيعهم ليهم الثمن باش كنبيع، ماشي باش حطوها، حيت انا كنشري الثوب وكنشري السلعه من عندي. هذه كما قلت لكم هي اللي غادي نحاول نشاركها معكم الفراشه في الفيديو الجاي، الطريقه ديال الخياطه ديال الفراشه. ونتمنى اولا غادي نشارك معكم هاد القويمجات. صراحه انا ما غاديش نشارك معكم الفصاله ديالهم حيت ما فصلتهمش بزاف ديال المرات، والفصاله اصلا باقا مربجه، باقا ما عارفاش اش من طريقه باش غادي نفصلهم، حيت هذه غنديرها ليا. نتمنى نخيطها ونشاركها معكم وهي مخيطه. هذا السروال، هذا كريب مكرش اللي كيعرفوه الخياطات راه غيكونوا اللي كيمشيو لعند التواب راه كيعرفوه. اول مره غادي نجربو، قالوا لي عليه الناس هو كتقيسيه كتلقايه بيرد وطايح، كيعطي نظره زوينه، وقالوا لي انه زوين. انا مازال ما جربتوش وغادي نجربه. هنا قديت فيه السروال، هنا تقديت 1.5 متر، ولكن كنظن انني قللت. كان عليا ندير 1.70 متر، كان عليا نجيب 1.70 متر. بالنسبه كما قلت لكم انا راه ما كنهز العبار بزاف. بالنسبه لكان شي وحده عامره راه ما غاديش ما ديرش نصحها ما ديرش 1.5 متر. تسمع في الفيديو 1.5 متر دير 1.5 متر. هاد 1.5 متر انا راه خدامه ليا، واخا ما قنعنيش فاش جبته وبغيت نفصله ما قنعنيش، ولكن كان عليا نتقدى 1.70 متر باش نفصل بخاطري. اما هي 1.5 متر راه لايقه ليا انا. بالنسبه لهذه القميجه انا بغيت نديرها قميجه طويله على شكل كسوه، على قميجه للركبه باش ديال العيالات، راه خاصها تكون وافيه بالنسبه على حساب كل طريقته كيفاش كيلبس. نصحكم المعلمات واللي داخلين راهم اللي داخلين المدرسه يخيطوا بياسات بحال هكا، خارجين تويبات زوينين، خارجين اشكال في هاد التويبات في هاد الاثواب زوينين، وفي هذا نيت داروا منه انصومبل نفس اللون. انا غادي نديرو مختلف. نتمنى تشوفوا هذا اللون، انا كيحمقني هذا اللون، وقولوا لي رايكم فيه في التعاليق. وسمحوا لي على مول البوطه، راسي نهار الا بغيت نقتل غنقتل مول البوطه. التسميح
شعلوا دقه كيدير. نتمنى تقولوا لي كيفاش جاكم هذا التنسيق اللي نسقت هاد الالوان هاد الجوج هادو، ونتمنى كما قلت لكم نشاركهم معكم في شي فيديو اما الجاي اما اللي بعده. كما قلت لكم راه انا باقا حايره واش غادي نصور معكم هذه هي الاولى او هذه هما مخيطين، وعندي واحد البياسات صيفطهم للمصبانه ديال الدراري الصغار، غادي نحاول نشاركهم معكم في الفيديو الجاي او هما او الفراشه. ونتمنى تكونوا وصلتوا معايا لهنا من الفيديو، راه مربوطه بعقني. نتمنى ما ننسى شي حاجه، ونتمنى ما تبخلوش عليا من دعمكم ولايكاتكم واشتراكاتكم فضلا منكم وليس امرا. ونتمنى نلقاكم في فيديو جديد ونهار وموديل جديد او اي حاجه ان شاء الله يا ربي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نتلقاو ان شاء الله يا رب.